مساء الخير. وجرت فكرة جديدة. آه سواء جالسة في كرسي في الحديقة، أو جالس في قهوة، أو كتسنى الطوبيس أو الطاكسي، أو أنها مع أصحاباتها، أو أنه مع أصحابه واقف في راس الدرب. ببساطة شديدة كنلقاها لأن كاين جوج الأنواع ديال الناس، وهو الموضوع اليوم. كاين اللي كيكون مع الناس أو بوحدو كتلقاه ساهي، باين غارق مخطوف خارج من الحاضر. وكاين اللي ولو كان بوحدو، وحتى الا ما كانش كيقرا شي كتيب ولا شي صفحه زوينه ولا كيسمع شي حاجه زوينه، تتلقاه باين مستعد، كيشوف العالم، كيشوف الناس، كيشوف الاخرين، مهتم بالعالم الخارجي، ما منطويش، ما منكافئش على ذاته الداخل. الفرق بين هادو بجوج شنو هو؟ اللي مفتوح عنده الامل، اللي مسدود فاقد الامل. علاش؟ شنو كيوقع في وسط من هذا الراس ديال الناس باش تيكونوا بهذا الشكل؟ راه الفرق ماشي كبير بزاف، ولكن في نفس الوقت ماشي ساهل. هو ان اللي عنده الامل ما داير نظاظر مفتوحين، كيشوف الالوان كلها، وكيشوف اللحظات الزمنيه ثلاثه كلها، يعني الامس ما قبل والان وما بعد. وعلاقته مع راسو اولا مقاده، مع الاخرين كذلك، ومع الله سبحانه وتعالى. اللي مسدود عليه داير نظاظر كيبين له اتجاه واحد، لون واحد، وبالتالي ساد عليه، كيبان ليه كل شيء ماشي هو هذاك، وكل شيء ميؤوس منه، وهذا كيخلي حتى الطاقة ديالو كتكون مسدود عليها إلى آخره. شنو خاص يدفيها؟ تغيير الزاوية ديال الرؤية. وراه يمكن حتى هذاك اللي كيبان لك ساد لك الطرقان ومهبط عليك الردود الحديد، غير يشوفك انت بشوش، صبور، مفتوح، متفائل، عندك الامل، غادي يولي بحالك. ان العدوى راه كاينه. شدر لكم.